بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كلنا بتقابلنا مشكلة إننا بنبعت السي في بتاعنا ل HR ومبنلاقيش مكالمات أو بنلاقي أي تواصل. بيجي بقى أسئلة في دماغك زي أنا إيه اللي كان ناقص مستني إن أنا أتعلمه عشان الشغلانة ديت وهكذا. طبعا ممكن ما تكونش المشكلة فيك انت اصلا، ممكن المشكلة تكون في السي في ذات نفسه. اغلبية الشركات دلوقتي بتستخدم نظام اسمه ATS، وده نظام بيقرا السي في قبل ما اي HR يشوفه، غير السي في القديم اللي مليان الوان واللي فيه صور اللي احنا زمان كنا بنقدموه، اللي هو الصورة على الجنب وتحتها الوان وايقونات ياما وهكذا. يعني لو السي في بتاعك شكله حلو بس مش متظبط لل ATS ممكن يترفض تلقائي بسبب النظام ده. هو النظام ال HR بيبعت عليه مجموعة من السيفيات، وبيتم فلترة السيفيات ديت منها، معمول بنظام ال ATS أو اللي عليه ال requirements المطلوبة بالظبط، ومتحددله filtration على حسب ال requirements المطلوبة، فبيقدر هو يفلتر منها. في الفيديو ده هوريك ازاي تعمل CV بسيط لكن احترافي ويمشي مع ال ATS باستخدام كانفا. فنبدأ الفيديو دلوقتي. نبدأ الفيديو بتاعنا بإننا نيجي في جوجل بنكتب كانفا، نخش على أول لينك دوت. طبعا لو انت مش مسجل فيه بتسجل فيه بالجيميل بتاعك، او ممكن تسجل تعمل ساين ان. تيجي هنا على الشمال في الجنب تخش على تمبلتس. طبعا هو كانفا مش مقتصر بس على السي في اللي هو على اللي احنا نشرحه النهارده، لا، في ان انت تعمل لوجو، في اللي انت تعمل بوست على الفيسبوك، في اللي انت لاندسكيب فيديو، انستجرام ستوري. كلها تمبلتس متغيرة لحاجات ياما زي ما احنا شايفين هنا في الفيديو، تقدر تخش عليها وتعدل. بس احنا هنا هدفنا النهاردة ان احنا نشرح ان انت ازاي تعمل السي في بتاعك بدون ما تروح تدفع فلوس لحد يعملهولك، ويكون احتراف في نفس الوقت، وان شاء الله يتقبل على طول. نخش هنا من الاكسبلور تمبلتس بنختار ريسام. هنا عندنا سي فيات ياما، الأغلبية بنظام ال ATS اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو السي في البسيط اللي هو عبارة عن اسم واضح، المتطلبات بتاعته واضحة، السمري بتاعه واضح وهكذا. هنختار مثلا السي في دوت. نخش هنا بنعمل زوم كمان. نبدأ هنا مثلا كليك هنا على الاسم كأنك بتكتب على الوورد بالظبط IT. هنا بيقولك السمري، تكتب السمري بتاعك هنا، الكونتاكت والايميل الادرس وهكذا بقى، الاكسبيرينس بتاعتك، وبتكتب ممكن تعدل في التكست، تكست كلر، البولد، ايتاليك، نفس التولز اللي انت بتقدر تستخدمها في الوورد. وبرضه خلي بالك في تمبلتس جاهزة في الوورد ممكن تقدر تستخدمها بنفس النظام، بس كانفا هنا بيديك تمبلتس اكتر او حاجة مخصصة اكتر للموضوع ده، وتعمل كرييشن من حاجة محترمة. المهم بعد ما تخلص اللي انت عايزه تيجي هنا على الشير في الجنب فوق، علشان يعني ممكن تعمل كوبي لللينك لو انت شير اونلاين، ممكن تعمل داونلود. بتعمل هنا اهو، هو عامل لك PDF ستاندرد، تعمل داونلود هو يبدأ يحمل معاك، وكده تكون انت عملت اسهل PDF احترافي بتمبلت جاهزة، انت يا دوب بس عدلت عليها. لو فدتك بأي حاجة، لو معلومة حتى بسيطة، ممكن تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، وتشير لصاحبك اللي بيدفع فلوس عشان يعمل CV وتقدر تساعده بيه. السلام عليكم.